بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أيها الأحبة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما يعول عليه. لازلنا نجتهد في عرض ما يعول عليه من المكارم، مكارم الأخلاق، ومن المناقب، مناقب أهل الفضل والصلاح التي تطوي عنا الطريق وتقربنا من الله الرقيب المجيب سبحانه جل في علاه. لازلنا نلتمس تلك الرقائق التي ترقق طبعنا وتهذب مسيرنا ومسارنا. ما أجمل أن نعيش هذه المعاني وأن نحوز بها مكانا في القلوب، وأن نحوز بها مكانة عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي نسعى له من خلال التماس هذه الحقائق والرقائق والدقائق. ومن ذلك ما أورده الشيخ الأكبر الشيخ سيدي محي الدين بن عربي الحاتمي رحمه الله ورضي عنه في رسالته لا يعول عليه. الذي لا يعول عليه بثه في قوالب وفي عبارات رائقة من أجل الحذر والتوجه إلى ما يعول عليه من الطاعات والعبادات ومن الأخلاقيات والسلوكيات التي ترقينا في سلم القرب من الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الأكبر ضمن هذه الإشراقات: الاحترام بغير الخدمة لا يعول عليه. الاحترام بغير خدمة لا يعول عليه. تحترم فلان، تجله مباشرة بطاقة المحبة تخدمه، وهذا الذي نحتاجه في مجتمعاتنا، أننا باحترامنا لبعضنا تقضى أغراض بعضنا ومآرب بعضنا على يد بعضنا البعض. يعني هذا الاحترام الذي نتبادله مع الناس جميعا عامة يجعلنا نسعى في خدمة الآخرين، في تقديم العون، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن مفهوم الاحترام الذي يسود في مجتمعاتنا والذي يجب أن يسود مجتمعاتنا وينتشر بين مختلف فئات مجتمعنا، هذا مباشرة يجب أن ينتج لنا خدمة. معنى الخدمة معنى التعاون والتآلف والتناصح والتقارب وتقديم يد العون والنظر في حاجات الناس وحمل هم الأمة جمعاء وحمل هم من هم في محيطك وبين أهلك وأحبابك. تحتاج إلى هذا المعنى، وكأنه يحذرنا من احترام لا يعول عليه وهو الخالي من الخدمة والمحبة والتآلف. نعم أنا أحترم فلان، لكن ماذا قدمت لفلان؟ هل سألت عن حاله؟ هل عرفت احتياجاته؟ هل حملت هم هذا الإنسان؟ جارك ربما اليوم تحترم جارك وتقابله مرة في الأسبوع، مرتين، ثلاثا، وأنت خارج وأنت داخل، السلام عليكم كيف الحال، احترام. لكن الأصل في الجار أن يكون مراعيا لجاره، يبحث عما ربما يعني يحمل هم هذا الجار، يعينه في على نوائب الدهر، يقدم له يد المساعدة، يسأل ربما يحتاج شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، وكانت وصاياه عميقة جدا، وقال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هكذا كان الناس قديما، كان إذا حصلت ملمة أو نزلت مصيبة بجار، الجيران كلهم يتحركون. فلان مات له ميت فيأتون بالطعام ولا يتركون أهل البيت أبدا، يقومون لشيء. إذا علموا أنه حصلت له ملمة أو نزلت به ضائقة مادية يجمعون المال ويعطونه. هذا الاحترام بين هذه الفئات تحتاج إلى خدمة. هذا عن الناس عامة. أما الخاصة من الناس، حينما تحب والديك ولا تخدمهما فهذا احترام وهذا تقدير عليل يحتاج إلى طاقة الخدمة. حينما تحب عالما من العلماء وتنصت له، فأين الخدمة لهذا العالم؟ أين ليس بالضرورة أن تخدمه في شؤونه الخاصة، ربما أن تخدم علمه، ربما أن تعينه على إيصال رسالته، وهكذا مختلف الفئات التي تحترمها تحتاج إلى خدمتها. والخدمة أيها الأحبة شرف، خصوصا إذا كانت خدمة لله وكانت خدمة بما يوصل دين الله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أحدهم: رب أهلني لرتبة خادم. إذن هو تأهيل لرتبة عالية اسمها الخدمة، والخدمة تجعلك تسكن قلوب الصالحين الذين تخدمهم، تجلهم، تحترمهم، اخدمهم.
قال أحدهم يوصي أحد الناس، قال له: أقرب الطرق الموصلة إلى الله أن تبحث عن رجل صالح فتخدمه حتى يحبك، فإذا أحبك كنت في قلبه، والله ينظر في قلوب أوليائه فلعله ينظر إلى قلبه فيجدك فيغفر لك وأنت لا تعلم. انظر إلى الخدمة وإلى عظمتها. إذن الاحترام يحتاج إلى طاقة الخدمة، وكأنه هو الذي يبرهن على صدق هذا الاحترام. الاحترام بغير الخدمة لا يعول عليه. ويقول في إشراقة أخرى: الخدمة بغير احترام لا يعول عليها. فإذا خدمت فاخدم وأنت لا ترى أنك تمن على الآخر، تخدمه وأنت تتفضل عليه وأنت تشعره أني أخدمك وأني أتفضل عليك. لا، أخدم بأدب وباحترام وبإجلال. لا بد من خدمة معها احترام، معها نكران ذات. أنت تخدم ليرضى عنك الحق لا ليصفق الخلق. إذن الخدمة كذلك بغير احترام لا يعول عليها. الخدمة شرف أيها الأحبة، وكان الصحابة الكرام يخدمون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وفيا لهم ويجازيهم ويدعو لهم، لأنهم يقومون بخدمة عظيمة هي خدمة الرسالة، خدمة المقام المحمدي. والصحابة كذلك جاء التابعون لخدمتهم. قال مجاهد: صحبت ابن عمر لأخدمه فخدمني، كان هو الذي يخدمه. والخدمة تعطي من الفضائل والمكارم الشيء العظيم. حتى حكى ابن رجب الحنبلي عن رجل خرج مع المجاهدين في سبيل الله في بعض الفتوحات، قال: أنا أجاهد معكم ولكن نيتي أن أخدمكم فلا تقومون بأي شيء. فإذا أرادوا أن يجلبوا أمرا قال: لا، أنا المكلف بالخدمة. خرج على نية الخدمة بإجلال وباحترام وبأدب. قال: فاستشهد في تلك الرحلة. قالوا: فلما أتوا لتغسيله وجدوا مكتوبا على يده: من أهل الجنة. قالوا: حاولوا مسحها، أبدا، كتبت بين اللحم والجلد: من أهل الجنة. وكأن الخدمة تطبع وتختم حياتك بأن تجعلك من أهل الجنة، وهذا ما يعول عليه. فاحذر مما لا يعول عليه، واحرص على ما يعول عليه. دمتم في خير وخدمة واحترام وإجلال وعافية.